بكل فخر بقول المنتخب التاني في الوطن العربي كله اللي هشجعه بعد منتخب مصر هو أبطال كأس العالم، منتخب المغرب، سواء كانوا في الكبار أو في تحت سن ال20. ألف ألف مليون مبروك، المنتخب الوطني المغربي بيحقق كأس العالم. امبارح الساعة 4 بالليل كسبوا الأرجنتين 2-0، وكان باين عليهم الحماس والرجولة والجدعنه والجرينتا، اقسم بالله. الف مليون مبروك، شرفتونا ورفعتوا راسنا قدام فرق اوروبا. برازيل ماشي، فرنسا ماشي، اسبانيا ادي، الارجنتين. بص، نسفوا كل فرق اوروبا، كل منتخبات اوروبا نسفوها. بكل فخر بقول المنتخب اللي هشجعه في كاس العالم هو منتخب المغرب الوحيد. طبعا لو ما بيلعبش البرتغال، لان انتوا عارفين كريستيانو رونالدو وعشق الكريستيانو رونالدو، فانا المنتخب اللي هشجعه منتخب المغرب بيلعب قدام اي منتخب في كاس العالم غير الارجنتين غير البرتغال ومصر. انا هشجع منتخب المغرب، لان بكل فخر بقول منتخب التاني بعد منتخب مصر في الوطن العربي هو منتخب المغرب. اقسم بالله ديما مغرب، اقسم بالله. مع ان يا جدعان في فرق المغرب، الوداد والرجاء ونهضة بركان وشبيبة القبائل والفرق دي ما بحبش اتفرج على كورتهم. من الاخر، هم الوداد والرجاء ابطال وبينافسوا على دوري الابطال كل سنه والكلام ده كله، وانا عارف فرق كبيره جدا، لكن ما بستمتعش بكورتهم، ما بحبش اتفرج على كورتهم دفاعيه بحت، فما بحبش اتفرج على كورتهم. ليه؟ في المنتخب بيجوا بيقدموا بيعملوا اللي ما يعملش، بيكسبوا اي منتخب اوروبي قدامهم. دي حاجه غريبه بصراحه بالنسبه لي، لكن قسما بالله انا بعشق منتخب المغرب. انا فخور دلوقتي وانا بقول انا هشجع منتخب المغرب في كاس العالم، وان شاء الله باذن الله زي ما قدرتوا تاخدوا كاس العالم تحت سن ال20 توصلوا نهائي مع البرتغال، واللي يكسب بقى كريستيانو ان شاء الله يكسب. لكن ان شاء الله باذن الله توصلوا نهائي في كاس العالم الكبار 2026 باذن الله، وزي ما قدرتوا تحققوا دي هتحققوا دي ان شاء الله باذن الله. وانا ديما مغرب، بحبكم بالزاف زي ما بتقولوا. انا اقسم بالله بعشق منتخب المغرب. منتخب المغرب انا فخور بيه جدا، انا مبسوط ان منتخب عربي قدر ياخد كاس العالم. انا مش بقولك افريقيا ولا البطوله العربيه، ده كاس العالم. فاللي هو انا فخور بجد يا جدعان، اقسم بالله فخور بالمنتخب ده، وانا بحبكم من كل قلبي اقسم بالله، وبحبكم بالزاف. وديما مغرب، تحيه لاهل